السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصح شريبتكم. موضوعنا الليله باش نحكيو على لؤي بن فرحات ومن بعد نكملوا بحنبال المجبري، الزوز اللي يمروا بفتره ممتازه جدا. لؤي بن فرحات اخر ماتشوات سجل فيهم، قاعد يتطور الوليد هذا بالكدا بالكدا، مستقبل الكره التونسيه. باش يكون عنصر فاعل في المنتخب التونسي ان شاء الله. مساعد المدرب صبري اللموشي الالماني تحول اليوم لألمانيا وشاهد مباراة اللاعب، وبالظهر صادفت أنه سجل زوز أهداف. وحكى معاه وطلب منه باش يكون حاضر في التربص القادم متاع شهر مارس. ووافق لؤي بن فرحات، ورسميا لؤي بن فرحات ينضم لنسور قرطاج. نتمناه من صبري اللموشي انه يشرك اللاعب، نحبوا نشوفوه، نحبوه يستانس باجواء المنتخب. لما لا، الوليد عنده في ساقيه كما حكينا من الاول على حنبال، وكنا متوقعين اللي باش يكون نجم المنتخب التونسي، كذلك راهو لؤي بن فرحات باش يكون من ركائز المنتخب التونسي. نتمنى له مزيد من التألق وخاصة مع المنتخب التونسي. نرجع تو الموضوع حنبال المجبري. حنبال بنسبة 99% بيرلي هبط للشامبيونشيب. احنا اللي يهمنا في الموضوع هو حنبال المجبري ومستقبل حنبال المجبري. ما نعرفش اسك باش يصير في المقابلات الجايه تغيير سكوت باركر. نتمناه انه ما يتبدلش، على خاطر عطى ثقه كبيره في حنبال، والتسع مقابلات اللي مازالوا في البريمير ليج باش يكون حنبال اكيد اساسي. وكل ما يكون اساسي الا ويطلع في الكوتا نتاعو. برشا صحف انجليزيه حكيت عليه بالباهي. فما ناس وكانها صارت لها صدمه من مستوى حنبال المجبري، من المستويات اللي قاعد يقدم فيها. عديد التعاليق، منهم فما شكون طلبوا باش يمشي لارسنال، فما شكون اللي قال الوليد هذا الوحيد اللي قاعد يلعب في بيرلي وحده ضد فرق البريمير ليج، فما شكون طلبوا باش يمشي لبرينفورد. كل التعليقات كانت تصب في مصلحة حنبال. الوليد قاعد يعمل في فور كبيرة برشا، بين اللي هو كاليبر باهي، كاليبر كبير باش يكون. باقي ما ورى شيء. انا متاكد اللي هو عنده برشا تكنيك مازالت ما ظهرتش. المقابله الاخرانيه دوز اسيست عملهم، ساعه الاسيست الثاني نتاع الهدف الثالث كان غايه في الروعه، ما يعملهاش كان واحد مليابي وعنده رؤيه للميدان كبيره. توزيعه مليمتريه في راس فليمينغ، وكرة تتحط هدف ثالث تعديل. من بعد نشوفوا باركر يخرج اللاعب، الميليو فرغ، ولات سيطرة برونتفورد وماركة الرابع، وحتى كي ماركة بين اللي قبلوا فيه اورجو. المهم اذا كان حنبال باش يكمل السيزون هذه مع بيرلي، اكيد السيزون الجاي باش يكون في فريق كبير، وانا متاكد بحول الله باش يطلع الفريق باهي، الفريق كبير. فما برشا فرق، رغم انه العقد نتاعو ينص على ان اولويه الشراء باش تكون مانشستر. اذا مانشستر ما عينهاش في اللاعب باش يمشي اكيد الفريق اخر، ولهنا البند هذا نتاع العقد يتيح. مع العلم انه في البند نتاع العقد هذا اللي صار ما بين مانشستر وبيرلي، اللاعب لا يتجاوز مبلغ الشراء نتاعو 35 مليون اورو. معناها مانشستر اذا تحب تشريه تدفع 35 اكاو، حتى لو يكون اللاعب يسوى 100 هي تدفع 35 اكاو. اذا كان ما عيناش مانشستر في حنبال ويتباع الفريق اخر، البند هذا بتاع عقد الشراء والسعر اللي محطوط في العقد يتيح كومبليتمون، ويولي الفريق اللي شرى حنبال هو اللي له الامتياز في العقد، يبيع، يحتفظ باللاعب، يعمل اللي يحب. فما برشا دراما باش تصير في مستقبل اللاعب هذا. انا متاكد انه باش ينتقل من فريق لفريق، وباش تكون صفقه، واكيد باش تجيه صفقه كبيره ياسر في الكارير نتاعو. اللاعب عنده امكانيات كبيره برشا. الماتش الاخراني نسبه المراوغات 100%، نسبه التمرير 100%.
2 اسيست 8.6 على سوفا سكور. الجمعة اللي قبلها في التشكيلة المثالية للبريمير ليج، راهو فريق يلعب على طيوح ويمشي متذيل في الترتيب ويكون عنده واحد في التشكيلة المثالية في البريمير ليج. مش سهلة الحكاية هذه، مش أي واحد ياخذها. والقايل علاش هو تحسن في الماتشات اللي فاتوا، لأنه تحسن على خاطر أول حاجة أنه أخذ ثقة في روحه، ثاني حاجة المدرب ما كانش عارف قيمة اللعب، ثالث حاجة الديكلاراسيون الأخرانية متاع سكوت باركر اش قال فيها؟ قال حنا بعل كنت باش نخرجه ومن بعد تراجعت، على خاطر قال حنا بعل يتقن المراوغة وينجم اللاعب اللي عندي الوحيد اللي ينجم يقدم بالكرة في وسط من وسط الميدان، معناها يخلق الخطر. اكيد حنا بعد سمع، وذاك علاش الماتش اللي من بعده بالضبط مع ضد برينتفورد شفنا المراوغات تاع حنبال. ديجا مهبط لك انا في الشين فما مراوغه واحد طاح كومبليتمون، فهمني. تحسنت وعطاه ثقه في روحه، لانه اللاعب حس انه المدرب نتاعو عارف قيمته، وكل ما المدرب يحطه في بلاصته الاصلانيه واللي هو يلزمه يلعب فيها الا ويعطي مردود ممتاز. نتمنى اوقات سعيده لحنبال ان شاء الله، من نجاح الى نجاح، والسلام عليكم.